ادي للدواء وقته وما تستعجلوش. عمرك اخدت دواء وقلت ده الدواء بقاله ساعه هو ليه لسه ما جابش نتيجه؟ الموضوع مش ان الدواء ضعيف، الموضوع ليه تفسير علمي. تعال اقول لك عليه. في حاجه بنقول عليها اسمها onset of action، يعني الفتره الزمنيه من اول ما باخد الدواء احطه في بقي لغايه ما يبدا يوصل الدم ويشتغل في الجسم. في ادويه سريعه المفعول قوي زي البخاخه بتاعه الازمه او الدواء اللي بحطه تحت اللسان، ده سريع جدا. في ادويه بقى بطيئه المفعول زي مثلا المضاد الحيوي والفيتامينات، ممكن ياخدوا ساعات عشان تحس بفرق. في ادويه بقى كمان بتاخد اسابيع عشان توصل لتاثيرها الكامل، زي مثلا ادويه الضغط والاكتئاب، الجسم بيحتاج وقت عشان يتأقلم عليها ويبقى مفعولها. طب ايه اللي بيأثر على سرعة الدواء؟ طريقة اخدي للدواء، يعني انا باخد اقراص ولا حقن ولا بخاخة، امتصاص المعدة والامعاء، كمان لو المعدة فاضية ولا مليانة، وهل لازم الدواء يتعدي على الكبد يتكسر ولا لا. فمن الاخر مش كل الادويه اللي بناخدها بتدي مفعول سريع. خلينا نتفق، لو الدواء اللي بناخده ما جابش نتيجه في الفتره الزمنيه اللي الدكتور محددها، محتاجين نرجع للدكتور، ما ناخدش قرار لوحدينا. وما تنسوش اكتبوا لي اسئلتكم في الكومنتات، ممكن تكون موضوع الحلقه اللي جايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.